السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير دايما وسعادة. في الفيديو ده عملت طاجن المكرونة بالفراخ، عايزة اقولك طعمه حلو جدا واحلى من الجاهز بكتير. بصي الصوص بتاعه جامد وهيبقى حلو قوي لو عملتيه في البيت بالطريقة دي، وطريقته سهلة. وعايزة اقولك انه كمان موفر، يعني انا عملت كذا طبق بصدر فرخة واحد، وبص شكله عامل ازاي، وكمان الصوص بتاعه جميل جدا. وطريقته سهله. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش في اللايك للفيديو. يلا بينا نشوف طريقه عمل الطاجن الجميل ده انا عملته ازاي. سهل جدا. انا كان عندي صدر فرخه قلت اعمل بيه طاجن المكرونه الجميل ده. ولو عندك انتي برضو قطع من البانيه ممكن تقطعيها بالشكل ده مكعبات وتحمريها شويه بالشكل ده كده في الزيت والسمنه. لازم نحط زيت وسمنه علشان السمنه ما تتحرقش معايا. وبعد ما نسيب الفراخ تاخد لون هنسيبها شويه كده، مثلا 3 دقايق، نقلبها كده مع السمنه ومع مع الزيت. بعد كده بنحضر بصلايه متوسطه. وطبعا احنا غاسلين الفراخ كويس، صدور الفراخ دي، وانا عصر عليها ليمونه علشان الزفاره. لازم نعصر ليمون عشان لو فيها اي زفاره. بعد كده بنضيف هنا شويه ملح وفلفل، وبعد كده بنحط بقى البصله، بتقطعيها زي ما انت عايزه، ممكن تقطعيها مكعبات صغيره وممكن تقطعيها حلقات كده. انا قلبت الفراخ شويه وابتدت تاخد لون. هنحط هنا البصل وبنقلبه كده مع الفراخ، بنسيبه شويه. وبعد كده هنضيف بقيه الاضافات بتاعتنا. برضو البصل حلو جدا مع الفراخ وهيديها لون حلو جدا وريحه جميله. هنسيب البصل مع الفراخ شويه، وبعد كده هنحضر هنا فلفل الوان وطماطمتين مقطعاهم مكعبات، وده قرن فلفل و3 فصوص ثوم مقطعاهم. طبعا ممكن تحطي بدل قرن الفلفل الحار ده تحطي فلفل رومي اخضر، علشان عايزه اقولك ان الفلفل ده طلع مخليها حاره شويه. حطينا هنا 3 فصوص ثوم اللي انا مقطعاهم مع البصل، لازم احطهم الاول يتحمروا مع البصل، والبصل برضو لازم يتحمر شويه. بعد كده احط بقيه الاضافات اللي عندي، الطماطم والفلفل الالوان، وهقلبهم مع قطع الفراخ وهسيبهم شويه مع الفراخ لحد ما ياخدوا يعني لحد ما الفراخ معايا تستوي نص سوا. بعد كده بحط شوية ملح وفلفل، عشان حطيت ملح وفلفل شوية صغيرين، احط شوية كمان هنا. بحط هنا ورق لورا، 2 ورق لورا وواحدة حبهان واحدة. ممكن تحطي هنا مكعب مرقة دجاج. انا كنت بحط بس بعد المقاطعة ما بقيتش احط مكعب، حطيت بس ورق لورا وحبهان. وهنا دي الطماطم انا عاملاها في الفريزر. هنحط هنا الطماطم، وبعد ما سيبنا الفراخ شوية مع الفلفل الالوان والطماطم، وضفت الطماطم اللي هي من الفريزر. احط هنا مية سخنة تغلي، وهنسيب المية تغلي شوية. بعد كده هنحط نص معلقة من الصلصة، على حسب انت بتحبي الطاجن تبقى الصلصة بتاعته تكون تقيلة او خفيفة. بعد كده بحط هنا مكرونة قلم. ممكن تحطي برضو اي نوع مكرونة انت عايزاه، يعني في ناس بتحب المكرونة الاسباجيتي، ممكن تحطي اي نوع انت بتحبيه. بس كده. وهزود شوية مية كمان، لازم المية السخنة تغطي المكرونة.
هسيب المكرونة هنا مع الفراخ والفلفل والطماطم لحد ما تقرب ان هي تشرب الطماطم دي. بقلبها بس تقليبه من وقت التاني علشان ما تلزقش في الحله من تحت. لو انتي بتعملي في حله استانلس لازم بين وقت والتاني تقلبيها. وده شكل المكرونه بعد ما خلاص دخلت يعني قربت تستوي، وفيها شويه صوص كده من الطماطم. بعد كده خلاص انا هطفي على المكرونه، مش هخليها تستوي لحد الاخر عشان ما تعجنش معايا. بعد كده بحط المكرونه هنا في اطباق، والخطوه دي اختياري ممكن ما تعملهاش بس بتدي طعم برضو حلو مع المكرونه. هي المكرونه لوحدها عايزه اقولك جميله جدا. بجيب هنا جبنه موتزاريلا او اي جبنه عايزه تحطيها، وبوزع الجبنه كده على الاطباق. ممكن تحطي الاطباق دي في الفرن وممكن تحطيها في الميكرويف. انا حطيت اطباق المكرونه دي في الميكرويف. هنحطها بس دقيقتين الجبنه دي تسيح، الجبنه اللي على المكرونه. وزي ما قلتلك ممكن تحطيها برضو في الفرن، هتدي لون حلو للمكرونه. بس انا خفت احطها في الفرن المكرونه تنشف من فوق، وانا مش عايزاها تنشف، عايزاها تبقى طريه. ولازم برضو تسيبي شويه من الصوص عشان الفراخ قصدي المكرونه تبقى معاكي طريه ما تبقاش ناشفه. وزي ما انت شايفه انا عملت كذا طبق اهو، عملت كذا طبق من كيس مكرونه. وبعد ما حطيت المكرونه في الميكرويف والجبنه ساحت بقى شكل المكرونه كده. عايزه اقولك طعمها بجد جميل جدا، وجربيها هتعجبك، ولو عملتيها لاولادك هتعجبهم جدا. ومش هيشتروا المكرونه الطاجن اللي هو عند محلات الكشري، ده طعمه احلى منه بكتير. والفراخ مستويه والصوص ده عايزه اقولك طعمه جميل جدا. يا رب تكون المكرونه دي عجبتكم وتكون الطريقه دي سهله عليكم، واكون افدتكم في الفيديو. ما تنسونيش في اللايك، وما تنسوش الدعاء لاهلنا في غزه وفلسطين، ربنا ينصرهم ويحفظهم يا رب من كل سوء.